السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بكم طلبة الصف السابع. نبدو اليوم على بركة الله في آخر درس اللي هو الدرس الثامن من الوحدة الثالثة. أوكي، درس بسيط هو عبارة عن القصة هذه نبو نقرأها مع بعضنا. فيما بعد عندنا شوية أسئلة نبو نجاوب عليها. حنطلعوا شوية كلمات مهمة، مفردات مهمة، كحفظ المعنى وكذلك حفظ يعني كمعنى وككتابة. تمام، وحتى النطق متاعها البرونانسيشن يعني النطق متاعها. تمام، فهنا مكتوبة unit 3 اللي هي الوحدة الثالثة lesson 8 اللي هو الدرس الثامن. أوكي، كتب لك هنا بكل بساطة خالد and the key. تمام، خالد and the key يعني خالد والمفتاح. تمام، خالد والمفتاح. إذن أول كلمة معانا اللي هي كلمة كي، شو معناها؟ اللي هي معناها مفتاح. تمام، نجول الدرس. A. Read the story يعني أقرأ القصة and answer the questions وأجب عن الأسئلة. تمام، فعندنا قصة هنايا تو نبو نحكاها أو نبو نقرأ مع بعضنا ونفهم القصة كويس. قال لك one day يعني في يوم من الأيام خالد went fishing. خالد ذهب للصيد. إذن أول كلمة مهمة اللي هي كلمة fishing يعني صيد. تمام، with his father يعني مع أبيه. تمام، when they got to the beach بمعنى لما هم وصلوا إلى الشاطئ أو عندما وصلوا إلى الشاطئ. Uncle Walid's car was already there. تمام، سيارة العم وليد كانت موجودة بالفعل. تمام، he was waiting for them on his boat. كان ينتظرهم أو هو كان ينتظرهم. تمام، on his boat يعني في القارب متاعه. boat الكلمة هذه أخذناها فيما سبق اللي هي معناها شنو؟ معناها قارب. أوكي، Khalid's father gave Khalid the car. Khalid's father يعني أب خالد. تمام، أو والد خالد أعطى give خالد the car key. أعطى خالد المفتاح متاع السيارة. Look after this please خالد he said. أوكي، بمعنى إن الأب أعطيه المفتاح لخالد ابنه، قال له look after this يعني اعتني بها بعد إذنك. أوكي، I will be busy don't lose it يعني أنا حنكون مشغول لا تضيعها. don't lose it يعني لا تضيعها. أوكي، no dad لا أبي said خالد من اللي قالها خالد. أوكي، he put the key round his neck on some string. قام بوضع المفتاح متاعه حول رقبته. تمام، أو حول رقبته on some string وكان فيه زي الخيط أو نشوفه فيه واضح هنا في الرسمة. وهذه شني؟ وهذه المفتاح. تمام، أوكي. They sailed out to sea and Uncle Walid and Khalid's father started fishing. They sailed out يعني أبحروا. تمام، لحد ما وصلوا إلى البحر. والأنكل وليد اللي هو العم وليد وخالد's father started fishing بدأوا شني؟ بدأوا في الصيد. تمام، هنا عندنا في الصورة كتب لك خالد put the key يعني وضع المفتاح، الكي اللي هي المفتاح round his neck حول عنقه أو حول رقبته. تمام، نكمل هنايا. I have caught one لقد أمسكت بواحدة said Uncle وليد. من اللي قال هدية؟ قالها العم وليد. Me too أنا أيضا said Khalid's father. من قال هدية؟ إنني حتى أنا أمسكت يعني أب خالد. تمام، they both caught two more. هم الزوز شني؟ أمسكوا بزوز. تمام، أوكي يعني أوكي then فيما بعد
help quickly. خالد help me, this one is huge. تمام. ساعدني هذا ضخم. اوكي. فخالد helped his father pull the huge fish into the boat. خالد helped his father يعني ساعد والده انه هو يسحب the huge fish السمكة الكبيرة into the boat في القارب، يعني بيسحب السمكة للقارب. اوكي. Okay, said Uncle Walid. That's enough fish. Let's go back. Uncle Walid العم وليد قال إنه هو شني هذا enough يعني هذا كافئ من هذا كافي السمك اللي احنا صدناه، خلاص كافي يعني. اوكي. هيا نرجعوا. They sailed back to the beach. أبحروا مرة ثانية، بيرجعوا وين؟ للشاطئ. beach. اوكي. Khalid's father said the key please خالد. أب خالد قال له معلش بمعنى أعطيني المفتاح. كملوا هنايا واضح في الصورة كاتب لك خالد helped his father. خالد ساعد والده. pull the huge fish إنه هو يمسك أو يسحب السمكة الضخمة into the boat للقارب. أوكي. خالد put his hand to his neck. خالد قاعد يشوف يعني يعني قاعد يتحسس في رقبته، يبي ياخذ المفتاح. فقال it's gone, the key's gone, I have lost it, he said. oh no. تمام. فخالد شنو ضيع المفتاح، قاعد يتحسس في رقبته يبي ياخذ المفتاح ما لقاهاش، فقال gone, the key's gone يعني المفتاح ضاعت. تمام أو راحت. I have lost it. I have lost it يعني ضيعتها. أوكي. They looked inside the boat. بحثوا أو نظروا إلى داخل القارب. and on the beach وكذلك على الشاطئ. they looked in the sand. شافوا الرملة. sand اللي هي الرملة. near the car بالقرب من السيارة. the key wasn't there. المفتاح ما كانتش هنالك. I am sorry dad said خالد. فخالد شن قال؟ I am sorry أنا آسف يا أبي. I am very sorry أنا حقا آسف. أوكي. Alright. خالد don't worry لا تقلق said his father. الأب قال له أوكي يعني حسنا لا تقلق يا خالد. I have another key at home. لدي مفتاح أخرى في المنزل. Perhaps ربما the fish has eaten it. بمعنى perhaps هي معناها لربما. the fish السمكة has eaten it يعني أكلتها. said Uncle وليد. من اللي قالها العم وليد. They all laughed. كلهم ضحكوا. Right, let's go home. هيا نذهب إلى المنزل. وليد said. العم وليد قال هيك يعني قال هيك. We'll come back for your car tomorrow. بمعنى نحن سوف نأتي غدا أو سوف نرجع غدا. for your car لسيارتك. تمام لسيارتك غدا. أوكي. Khalid's mother Khalid's mother was very pleased يعني كانت شنو سعيدة. أوكي. تمام. with the big fish بالسمكة الكبيرة. I will cook it for dinner يعني سوف أطبخها أو نطيبها للعشاء. dinner يعني العشاء. she said هي قالت can you cut it up please خالد. أوكي. فالأم قالت لي خالد can you cut it up بمعنى هل يمكنك تقطيعها من فضلك يا خالد. فهو رد قال yes mom. تمام. من اللي قالها خالد. yes mom said خالد sadly. قالها شني بحزن. تمام. خالد don't worry said his father. فالأب قال لي خالد قال له لا تقلق. don't worry يعني لا تقلق. it was only a car key. هي كانت فقط مفتاح سيارة. now cut up the fish. الآن قم بتقطيع السمكة. خالد was cutting up the fish. تمام. خالد كان يقطع في السمكة. when suddenly فجأة he stopped. هو شني stopped يعني توقف. dad he shouted. صرخ
أبي قاعد يصرخ I have found something. أنا وجدت شيء ما. أنا وجدت شيء ما. تمام. أوكي. فهذه هي القصة مبدئيا. حنطلعوا الكلمات المهمة. أوكي، خلينا نجاوب الأسئلة بعدين نطلعوا الكلمات المهمة. أول سؤال، السؤال الأول هدايا، قال لك Why did Uncle Walid take Khalid and his father home؟ لماذا أخذ العم وليد خالد ووالده إلى المنزل؟ تمام. لماذا؟ Because، لأن. Why إذا حنجاوب بداية ب because لأن خالد lost يعني فقد their car key، لأن خالد فقد شنو؟ المفتاح متاع السيارة. السؤال الثاني هنا قال لك what has خالد found؟ ماذا وجد خالد؟ تمام، ماذا وجد خالد؟ أوكي، حنقوله he found the car key. he found وجد the car key مفتاح السيارة. أوكي، ما يبي قال لك now listen to the story، استمع للقصة. وهنا عندنا C قال لك now do exercises، قم بحل التمارين أو حل التمارين A إلى حد F on pages، في صفحات رقم 38 وصفحة رقم 39 وصفحة 40 of the workbook، من كتاب شني الواجب. تمام. قبل ما ننتقل لكتاب الواجب، أول شيء خلينا نطلع الكلمات المهمة. عندنا مجموعة كلمات أو مفردات مهمة حنطلعها مع بعضنا، تحفظ ككتابة وتحفظ كمعنى وتحفظ نطق. أولا عندنا كلمة كي، رقم 1 كي اللي هي معناها مفتاح. رقم 2 عندنا كلمة fishing اللي هي شو معناها؟ صيد السمك. رقم 3 عندي كلمة waiting شو معناها؟ يعني انتظار. تمام. عندنا رقم 4 اكتبوها هنا اللي هي boat اللي هو شو معناها؟ معناها قارب. تمام. عندنا كلمة busy 5 حنكتبوها هنا، كلمة busy اللي هي شو معناها؟ معناها مشغول. تمام. ممكن نكتبه هنا. عندنا كلمة lost واللي هي شو معناها lost؟ يعني ضائع أو مفقود. تمام. عندنا كلمة sand اللي هي معناها الرمل متاع الشاطئ. تمام. عندنا كلمة perhaps اللي هي معناها ربما. هاي حنكتبه 6 وهذه 7 وهذه 8. بعدين عندنا 9 suddenly معناها شني؟ معناها فجأة. تمام. وعندنا آخر شيء اللي هي رقم 10 هي كلمة coat، يعني أمسك أو القبض، زي coat القبض عفوا. they caught the fish يعني هم أمسكوا شني؟ بالسمكة. فالكلمات هذو ما ينبغوا نحفظوهم زي ما قلنا احنا كتابة والنطق متاعهم والمعنى متاعهم. تو حننتقلوا مع بعضنا لكتاب الواجب. تمام. نمشوا تو مع بعضنا لكتاب الواجب في صفحة رقم 38. هنا كاتب لك lesson 8 اللي هو الدرس الثامن، خالد and the key، خالد والمفتاح. A أول شيء complete the information sheet below، قم بإكمال ورقة المعلومات. أدناه يعني تحت، below يعني تحت أو في الأسفل. تمام.
أولا التايتل اللي هو العنوان بكل بساطة حنكتب هنا خالد. تمام، خالد في الاكتفاء هيك، في الاكتفاء بالطريقة هذه، خالد and the key، عنوان الدرس خالد and the key يعني خالد والمفتاح. بعدين نبو الكاركترز. شو معناها كاركترز؟ يعني الشخصيات. من هي الشخصيات اللي كانت موجودة؟ كان عندنا خالد، تمام، كان عندنا الأنكل وليد حتى هو موجود، أنكل وليد، وممكن نضيف حتى خالد's father and خالد's mother. تمام، اللي هو هنا حنكتبه هنا خالد's father وكذلك خالد's mother، يعني أم خالد وأب خالد. تمام، أوكي. عندنا قال لك what is the story about. what is the story about يعني عن ماذا تحكي هذه القصة؟ حنقول بكل بساطة the story is about خالد. the story يعني القصة is about خالد يعني عن خالد. تمام، بعدين حنكتبه هنا his father وأبيه وكذلك and his uncle and his uncle يعني وعمه. going وين كانوا ماشيين؟ going fishing، كانوا ماشيين لصيد السمك. okay they catch a big fish but خالد loses their car key. هنكمله هنا they catch يعني هم أمسكوا a big fish يعني سمكة كبيرة. كملوا هنا but خالد ولكن خالد loses يعني فقد their car key، فقد مفتاح السيارة. اوكي متاعتهم. هنا السؤال اللي بعده 4 قال لك why I like it or didn't like the story، علاش انت حبيت القصة وعلاش ما حبيتهاش؟ فالإجابة بنقوله I liked the story، أنا أحبيت القصة. I liked the story أو أنا أحببت القصة. أوكي because it was funny. because it was كانت funny يعني ممتعة أو مضحكة. تمام، تمام، وحنكتبوا and the illustrations اللي هي الرسومات illustrations were helpful. were helpful. تمام، and the illustrations يعني الرسومات التوضيحية were helpful كانت مفيدة. أوكي، أو كانت مساعدة بالنسبة لنا. وحنقول هنا I didn't like the story يعني أنا لم تعجبني القصة أو لم أحب هذه القصة لأن because the ending يعني النهاية متاع القصة هذه the ending was not clear. لأن نهاية القصة هذه ما كانتش واضحة. new words الكلمات الجديدة. عندنا كلمات جديدة اللي هي واحدة منهم neck اللي هي معناها الرقبة أو الرقبة أو العنق. عندنا كلمة pleased يعني مسرور أو سعيد. كلمة coat هذه الماضي بتاع catch اللي هي معناها أمسك. عندنا lost اللي هي ضاع. أوكي بح. نجو هنايا B قال لك read the sentences and tick write the correct words، بمعنى يبينا نقرأ الجملة هدية ونحط علامة صح على الكلمات الصحيحة. أوكي بح.
Can you tell me the way to the park? Can you tell me the way to the park? هل يمكنك أن تخبرني الطريق إلى الحديقة أو المنتزه؟ Can you tell me the way؟ تكتب بالطريقة هذه. ويش معناها الطريق. احنا حنختاره هذه. اوكي، ما تكتبش بالطريقة هذه غلط. The zebra نقط the leaves on the tree. أكل الحمار الوحشي أوراق الشجرة. أكل ate. أيوة، هذه الماضي صح ولا؟ eat معناها يأكل، و ate معناها أكل، والpast participle يعني التصريف الثالث اللي هو eaten صح ولا؟ معناها هدية، مش ate هدية. ate هدية معناها 8، فهذه غلط. أوكي، نمشوا اللي بعدها. عزيز rode on an elephant at the zoo. الإجابة هدية rode. علاش؟ عزيز ركب على الفيل عند حديقة الحيوان. تمام، رود هدية معناها طريق، مليش علاقة بالجملة، فهذه غلط. رود هدية معناها ركبة. تمام. سميرة lent me a book to read. سميرة أعارتني كتاب لأقرأ. الإجابة lent، لأن تنكتب بالطريقة دي Lent. أوكي تمام. تو نجو مع بعضنا للسؤال اللي بعده اللي هو سي قال لك write these sentences correctly، يعني اكتب الجمل هذه بطريقة صحيحة. نجو لي أول واحدة. قال لك can you come، هل يمكنك أن تأتي and play at my house tonight، هل يمكنك أن تأتي وتلعب في منزل الليلة. طبعا الإجابة كلها صح، ولكن شو ناقصتها؟ ناقصتها فقط أداة الاستفهام. Can you come and play at my house tonight، لأنه هو يسأل فيه، فحنكتب هدية نفسها بالضبط هنايا، حنكتبها نفسها بالضبط. تمام، وفقط بندير في نهايتها إشارة شني الاستفهام. نجو اللي بعدها. نورا has gone to America on an airplane. تمام، الإجابة الصح أولا عندي اسم، بداية الاسم نبدأ كابيتل بالطريقة هذه نورا، لأن الأسماء تكتب أول حرف منها كابيتل. تمام، نمشي نكمل. has gone يعني ذهبت نورا إلى أمريكا على متن الطائرة. to has gone to أسماء البلدان أول حرف يكتب كابيتل. أمريكا هذا الحرف وهذا الحرف مصوص كابيتل أمريكا. تمام. on an على متن طائرة. airplane اللي هي معناها طائرة. هذه هيك، هذه ايش معناها؟ طائرة، أو حتى هيك صح، plane بروحها حتى هيك معناها طائرة. تمام. نجو اللي بعدها. كاتب لك فاتن and Rana bought some oranges, pineapples and bananas in the market. فاتن ورنا اشتروا بعض من البرتقال والباينابلز اللي هو الأناناس and bananas اللي هو الموز in the market. تمام، أول شيء حنكتبوه الأسماء تكتب الأولى كابيتل صح ولا؟ كل الأسماء أول حرف منها كابيتل، فحنكتب فاتن، بعدين حنكتب and الحرف الأول هو and Rana، بعدين نكمل bought some oranges بعض البرتقال pineapples اللي هو الأناناس and bananas اللي هو الموز. تمام. in the market تمام. جو اللي بعدها هنايا. طبعا حنقول لكم ملاحظة بس معلش، هدايا مهم جدا. اوكي، ونفس الشيء هدايا مهم جدا. اوكي، قال لك read the sentences، اقرا الجمل and tick، قم بعلامة صح the correct words، الكلمات الصحيحة.
Have you washed your hands today, Len? asked Mr. Archer. تمام. Have you washed هل غسلت يديك؟ هنا هي hands صح ولا؟ الهاندز هم اللي بيغسلهم صح ولا؟ مش هنستخدم watch معناها يشاهد. اوكي. The wolf walked very quickly أو quietly and the sheep did not hear him. فالولف خيره quietly. علاش؟ لأن sheep لأن الخراف لم تسمعه. تمام. فلما الخراف ما سمعتها شني فمعناها مشالها شني بشوية بشوية بهدوء. quietly بهدوء. Len did his homework very badly أو sadly and had to do it again. Very badly قام بالhomework متاعه أو الواجب متاعه بشكل سيء. اوكي. Oh no said جمال. جمال قال oh no. تمام. أو لا. I haven't bought أو brought the ball back from the park. I haven't brought يعني لم أحضر الكرة من الحديقة، مش لم أشتري الكرة، لأنه هو لعب في الحديقة ولكن شني لم يحضرها. brought لم يحضر الكرة. أوكي. نجول اللي بعده مهم جدا، حتى هذا مهم جدا. Read and complete the sentences يعني أقرأ وأكمل الجمل. Use the past participle. قم باستخدام ال past participle اللي هو التصريف الثالث اللي حكينا فيه of the verbs in the box. أعطيني مجموعة أفعال. drink يشرب، eat يأكل، give يعطي، see يرى، take يأخذ، و go يذهب. تمام. Len is not hungry. Len ليست جائعة because he has eaten 3 burgers لأن أكل 3 burgers. تمام. 3 همبرجرات. Okay. Mr. Archer is very happy because Len has given her some flowers. Mr. Archer كانت سعيدة is very happy أو سعيدة because Len لأن Len أعطاها شني بعض من الورود أو الزهور. I am sorry. Gwen and Len aren't in. They have نقط shopping. They have gone shopping. Okay. اللي هي I'm sorry. أنا آسف. Gwen and Len aren't in ليس في الداخل. They have gone shopping. هم ذهبوا لوين؟ للتسوق. Have you seen هل رأيت my book? asked Mr. Archer. I can't find it. لم أجده. تمام. فإحنا فقط حولنا الأفعال لشني للpast participle زي see هنايا مثلا. اوكي. فالماضي متاعها so والpast participle شنو ولت seen وما قلنا أحطوهم من قبل. I think Gwen has taken. أنا أعتقد أن Gwen أخذت taken it to her room. أعتقد أن Gwen أخذته إلى غرفتها said Mr. Archer. من اللي قالها Miss Archer عفوا Miss Archer اللي هي سيدة Archer. Okay. No more tea. لا مزيد من الشاي. Thank you said Miss Archer. I have drunk يعني لقد شربت 3 cups 3 تواسي أو 3 أكواب this morning هذا الصباح. تمام. فإيه هذا شيء جدا جدا مهم اللي هو كيف نحول احنا الفعل الفيرب في التصريف الأول إلى الفيرب إلى الفعل في التصريف الثالث اللي هو الباست participle. تمام. تو نجو لآخر صفحة اللي هي صفحة رقم 40 في كتاب الواجب. شوف شن كتب لك هنايا. change قم بتغيير the words الكلمات in the practice الموجودة ما بين قوسين into adverbs إلى ظروف. هذا خير مهم جدا مهم جدا. تو قاعد يرجع لي في قصة الظروف. اوكي. قال لك جميل run to school very fast. احنا قلنا fast شني تقعد fast زي ما هي because he was late. جميل run to school جرى أو مشي يجري للمدرسة very fast بسرعة because he was late لأنه كان متأخر. نجول لي بعدها 2. I can do this test easy. شن تولي؟ قلنا اس الواي نحذفها ونحط I ونضيف ال y.
I can do this test easily said أحمد. It's not difficult وليس صعب. يعني أنا نقدر ندير الاختبار هذايا بكل سهولة اللي قالها أحمد. It's not difficult هو ليس صعبا. تمام. 3. You can speak English very good. Huda said the teacher. Good girl. You can speak English very good. Good شن تولي well. Huda said the teacher. من اللي قالت الكلام هذايا؟ المدرسة أو المعلمة أو الأستاذ. Good girl فتاة جيدة. Listen to the CD careful. شن تولي carefully. Carefully. تمام. من اللي قالها؟ المدرس. and answer the questions وأجب على الأسئلة. فcareful تولي carefully. Please can I have a glass of water. من فضلك هل يمكن الحصول على كأسا من الماء؟ راشد asked polite. شن تولي politely. تمام بالطريقة دي politely. تمام. I am thirsty. أنا عطشان. احنا حولناها من adjective من صفة إلى شنو؟ إلى adverb. ممتاز. اللي بعدها هي رقم 6. قال لك when the teacher came into the classroom. يعني عندما دخل المعلم الفصل. The students were playing. الطلاب كانوا يلعبون بسعادة. happy كيف تولي happily. نحي الواي ونحط اي وبعدين الواي بالطريقة هذه يعني بسعادة. اوكي. be quiet يعني اصمتوا. be quiet boys. اسكتوا يا اولاد او اصمتوا يا اولاد. said the teacher. من اللي قالها؟ المدرس. angrily بغضب بتولي angrily بالطريقة هذه. نحي الواي حطوا اي بعدين الواي angrily. تمام. You are the noisiest class in the school. يعني أنتم الصف الأكثر ضجيجا أو أكثر فصل يدوش في المدرسة. بهيك ولله الحمد نكون انتهينا من الدرس الأخير بالكامل اللي هو الدرس الثامن، سواء كتاب الحصة وكذلك كتاب الواجب. بارك الله فيكم على الاستماع. نلتقي إن شاء الله في وحدة جديدة. شكرا لكم مرة ثانية على الاستماع.